السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده الفيديو حلو قوي ومميز كده وكله طاقة ايجابية وكله اجواء مبهجة كده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. النهارده نقضي مع بعض يا بنات روتين ليلة رمضان واول كده سحور لرمضان كده ان شاء الله، وهنعمل تفاصيل كتير جدا في الفيديو ان شاء الله. الفيديو النهارده دسم جدا يا بنات وهيعجبكم، وهندمس مع بعض الفول وهنعمل سحور حلو جدا. سحور بقى وليله رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. الاجواء حلوه قوي قوي يا بنات، والاجواء مبهجه جدا جدا. النهارده كده انا مش مصدقه ان دي اول ليله سحور لرمضان كده، نتسحر كده اول ليله. بجد الاجواء جميله جدا جدا، والناس كلها دلوقتي يا بنات بداوا ان هم يعلقوا الزينه بقى. يعني ناس كتير ما كانتش علقت الزينه، لقيت الناس كلها دلوقتي في البلكونات بقى، اللي حاطط فوانيس واللي حاطين بقى اللي هي الإضاءة وحاجات كده جميلة قوي قوي، والأطفال بقى عمالين يفرقعوا بقى في الديناميت والحاجات دي. بجد الأجواء حلوة جدا جدا والأجواء مبهجة جدا جدا. ودي كانت أول ليلة للتراويح يا بنات في المساجد، وبجد أجواء حلوة قوي قوي. وفي اليوم ده كمان أنا خرجت فيه كده، بحب جدا يا بنات إن أنا أخرج في اليوم ده قوي قوي، اللي هو ليلة السحور ده أو يوم ليلة رمضان أو أول سحور كده، بخرج فيه بره. بتحسوا يا بنات الأجواء حلوة قوي قوي بره بقى. بتلاقوا كل المحلات بقى مشغلين أغاني رمضان، وتلاقي بقى بتاع الجرجير قاعدين وبتوع الخس والحاجات بصوا الجميلة قوي دي، والكل بقى بيعمل كنافة، والمحلات بقى بتعمل كنافة وسمبوسة والقطايف والمحلات، والأجواء حلوة قوي قوي بره، والناس زحمة جدا جدا بشكل فظيع. مش عارفة تفكروني يا بنات، والله أنا كنت وأنا خارجة أنا وجوزي بقيت أقول له إيه، انت عارف ده عامل زي ما يكون يوم وقفة العيد، الجو زحمة جدا جدا زي يوم الوقفة بالظبط. يعني عارفين يوم الوقفة طبعا لما بنبقى خارجين وكده بيبقى الجو زحمة موت، والله ده برضه يا بنات الجو موت موت، كأني فعلا وقفة العيد. فالجو جميل قوي بره، والاجواء حلوة قوي قوي بره. الناس ما شاء الله بصوا كتير قوي قوي ما شاء الله على المحلات بقى، وعلى محلات بتاعة العيش فظيع. يعني الاجواء حلوة قوي قوي بره يا بنات. واحنا خارجين كده كنا بنشتري عيش، الناس زحمة موت موت على الطوابين بقى وعلى اللي هو العطارين، وبصوا والدنيا زحمة موت موت بره بصراحة، على اللبس بقى وعلى كل حاجة. فبجد الأجواء حلوة قوي قوي وجميلة جدا جدا. بجد مفيش أحلى من شهر رمضان، وأجواء شهر رمضان حلوة قوي قوي، من أحلى الأيام بصراحة وأحلى الشهور هو شهر رمضان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان سنين عديدة كتير جدا جدا إن شاء الله بأمر الله يا بنات. بقى هقضي معاكم بأمر الله كمان روتين كده أول يوم رمضان بأمر الله مع بعض، وهقول لكم بعمل إيه طبعا أول يوم رمضان، وطقوس أول يوم رمضان دي إيه. فان شاء الله بامر الله يا بنات الفيديو الجاي ان شاء الله يعجبكم جدا جدا برضو، لان هيبقى بستنوا بقى ان شاء الله يبقى فيديو روتين اول يوم رمضان كده، وهنقضي يوم حلو قوي مع بعض ان شاء الله بامر الله. فاتاكدي بقى ان انت كده مشتركه في القناه ومفعله الجرس عشان ان شاء الله بامر الله كل ما انزل فيديو كده يوصلك بإشعار على طول وتتفرجي عليه. وما تنسيش طبعا فضلا منك وليس أمرا تكتبي تعليق قمر زي كده، وتكتبي لي في الكومنتات كل سنة وانت طيبة يا ولا عشان أرحب بيكي، وتكتبي لي انت جديدة معايا في القناة عشان أرحب بيكي طبعا، وأهلا بيكي في وسط العيلة الصغنونة دي. وطبعا انا بحبكم جدا 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 والله العظيم. اي تعليق بتكتبوه يعني فوق دماغي بجد. ربنا يا رب يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا ابدا ابدا، ويجعلكم يا رب نعمه دايما في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. ودايما كده شجعوني يا بنات عشان اكون مستمره معاكم دايما ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله انا مجهزه لكم شويه فيديوهات حلوه قوي قوي قوي، بس بالله عليكم شجعوني كده على قد ما تقدروا، لان تشجيعكم ليا ده يا بنات هو اللي بيديني حافز كده، وبيخليني ان انا اقدر ان انا اقوم ان شاء الله كده واصور معاكم فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. المهم هنا كمان من التجهيزات اللي انا عملتها يا بنات ان انا كنت
جبت كده كان عندي فلفل أسود وكان عندي كمون، عملتهم كده يعني بُصّوا حطيتهم في طاسة كده تيفال كده على النار، يا دوبك بس إيه طلّعت منهم الرطوبة كده وسخّنتهم شوية، وبعد كده سِبتهم يهدوا تمامًا، وبعد كده ضربتهم في الكبة، وبعد كده بدأت إن أنا أحطهم بقى وأعبيهم بقى في أطقم التوابل بتاعتهم. الحاجات دي بتنفعني جدًا، جدًا، بتوفّر عليَّ بقى إيه طول الشهر بقى إن أنا إيه مش يعني بتبقى الحاجات دي جاهزة معانا على طول فاهمينّي؟ فالحاجات دي حلوة جدًا، التوابل حلوة أوي. طبعًا الفترة دي كمان كل واحدة ناقصها توابل بقى بتبقى تلاقيها عند العطار، فتلاقي العطار عندِك زحمة موت من كتر ما شاء الله الناس هناك. فعملتهم كده بصراحة باحب يا بنات أجيب التوابل صحيحة وأنا أطحنها في البيت، أنا ما باحبش خالص، خالص إن أنا أشتري توابل مطحونة لإني باحس إن ريحتها بتروح ومش بتبقى أفضل حاجة. أنا باحب أجيبها كده وأديها تحميصة كده على النار عندي، وبعد كده أبدأ إن أنا أطحنها عندي في المطحنة، بتبقى ريحتها قوية جدًا وريحتها مركزة، بتبقى ريحتها حلوة جدًا بصراحة. وكمان اللي بتيجي من عند العطار دي يا بنات مطحونة أوقات كتير أوي مش بتبقى نضيفة، يعني أنتِ طبعًا بتنقيها وبتطلعي منها طين بقى وبتطلعي حاجات طبعًا هُم برّه مش هيطلعوا لِك كل الحاجات دي، هُم بيطحنوا كله في قلب بعضه فاهمينّي؟ فلأ أنتِ تجيبيها في البيت أحسن وتنضفيها أنتِ بنفسِك، وتبدئي إن أنتِ تحمصيها كده، وتبدئي إن أنتِ كمان تعمليها بقى لمّا بتحمصوها والله يا بنات على النار كده تدوها تشويحة بتدّي ريحة حلوة أوي، أوي، أوي. فمليت بقى طقم التوابل بتاعي كده، وبعد كده دخلت هنا كمان على الحشوة بقى اللي أنا باحب أعملها دي بقى حشوة بقى جلاش، تحشي بيها جلاش، تحشي بيها قطايف، تحشي بيها كنافة. الحشوة دي حلوة أوي، أوي، أوي. جبت كده شوية كده من المكسرات اللي كانت عندي ودقدقتهم كده زي ما أنتم شايفين. عندِك كبة بقى عايزة تكسريها كده في الكبة، كسريهم في الكبة تمام، بس أنا كنت باحبهم بيبقوا مجروشين كده يعني خِشِن شوية. فبدأت إن أنا زي ما أنتم شايفين كده حطيتهم في كيس وبدأت إن أنا إيه أدُقّهم، وبعد كده حطيتهم في علبة وحطيت عليهم شوية زبيب وشوية جوز هند، وخلاص دي كده بقت حشوة معايا جاهزة بقى لأي حاجة. وعينتها كده إيه في التلاجة. المهم هنا كان عندي كده كنت جايبة شوية فراولة كمان، وكان عندي كده ش بنجر، فسلقت بنجراية كده وبدأت إن أنا حطيت كده الفراولة كده في العلبتين دول، وحطيت في كل علبة حتة بنجراية كده وعينتهم في الفريزر. وكمان هنا كنت جايبة لفة سمبوسة كده فكنت مطلعاها وقُلت بقى عشان إن شاء الله بأمر الله إيه نبدأ كده نعمل التجهيزات بتاعتنا بقى بتاعة إيه أول يوم رمضان يعني ونجهّز مع بعض. ده كده كان فول مدشوش كمان كنت جايباه عشان خاطر كنت هنا ناقعة فول يا بنات عشان خاطر كنت عايزة أدمّس فول يعني طبعًا عشان إيه السحور وكده. طبعًا أنتم عارفين بقى السحور يعني فول، وبصراحة أنا باحب جدًا إن أنا أدمّس الفول عندي في البيت، بادمّسه بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة أوي بيطلع في منتهى الجمال. بس بصراحة أنا ما جبتش الطريقة معاكم، بس بأمر الله هادمّسه تاني في رمضان وهاجيب الطريقة معاكم بأمر الله. كمان يا بنات الفول ده ما كانش بصراحة من النوع الحلو، يعني أنا جوزي جابه كده بس ما كانش من النوع الحلو، كان جاب لي نُص كيلو كده بس ما عجبنيش أوي، بس مش مشكلة يعني مشيت حالي بيه. وبعد كده إيه ما يخلص إن شاء الله هاجيب بقى إيه فول باحب الفول البلدي يا بنات اللي الحباية بتاعته كبيرة دي بتبقى حلوة أوي، أوي، وبيبقى جميل أوي، أوي في التدميس. المهم جهّزت بقى كل حاجة كده وكان عندي كمان كنت غاسلة كده سبانخ وكنت حاطاها كده تنشف شوية، وهابدأ إن أنا أقطّعها بقى وإيه وأعينها كده في كيس في الفريزر. وباحب بصراحة أحط عليها كمان جزراية كده باقطّعها مكعبات واحطها معاها كده في الكيس، باحبها جدًا بتبقى حلوة أوي، أوي. المهم خلّصت بقى التجهيزات، وطبعًا كان في اليوم ده أصلًا من ضمن التجهيزات بتاعتي يا بنات كنت أنا باحب إن أنا أعمل زبادي كمان بصراحة، بس اليوم ده ما عملتش فيه زبادي، وكنت كمان باحب إن أنا أعمل كده شربات كده وأعينه كده في برطمانات في التلاجة. آجي بقى أعمل جلاش، آجي أعمل كنافة، آجي أعمل أي حاجة يبقى الشربات معايا جاهز كده أو السيرب يعني بتاع الحلويات يبقى جاهز معايا في التلاجة. من الحاجات اللي بتوفّر عليكِ جدًا وبتسعف معاكِ بقى، يعني خلاص يعني تعملي بقى أنتِ صنف الحلويات وتطلّعي بقى عندِك الشربات من التلاجة، تسقي على طول الحلويات تبقى معاكِ جاهزة وزي الفل. فدي برضه من التجهيزات بصراحة اللي كنت باحب أعملها في ليلة رمضان. ما عملتش ده بصراحة بس أنا عملتهم تاني يوم يعني، عملت أول يوم رمضان بقى عملت الشربات، وعملت كمان بس ما عملتش بصراحة بقى الزبادي، ما عملتش زبادي بصراحة لإني كنا خلاص بقى الوقت عمل معايا، فقُلت كنا عايزين نخرج، فقُلت مش مشكلة أعمل النهارده يعني أبقى أعمل بعدين. جينا بقى كده من برّه قعدنا شوية، وجيت دلوقتي وقت السحور عملت كده إيه بطاطس، قشّرت بطاطس كده زي ما أنتم شايفين وقطّعتها صوابع وغسلتها كويس أوي، أوي، وبعد كده حطيتها في مَيّة، وكان عندي كده شوية جرجير صغيّرين، وكانت في خاصية في التلاجة كانت دبلت بقى لها ييجي أسبوعين بصراحة كانت دبلت، فغسلتهم كده وإيه وحطيتهم وجهّزتهم. شايفين بقى معايا الفول بيبقى شكله حلو أوي إزاي، ما شاء الله بيبقى شكله حلو أوي، أوي.
قوي، واحلى طريقه تدميس بامر الله هشاركها معاكم يا بنات بامر الله في فيديوهات تانية بامر الله، اشارك الطريقه دي معاكم، حلوه قوي قوي قوي، وبتطلع لك احلى فول بيبقى طعمه خطير وحلو جدا جدا. هنا بقى حطيت الفول اليمه التانية على العين الصغيره دي، وقلت هنا بقى انا ابدا بقى ان انا احمر معايا بقى الايه البطاطس. بصراحة يا بنات والله كنت بصوا اليوم ده كنت بعمل فيه تفاصيل كتير قوي قوي، وكنت بعمل كده في السحور كمان حاجات كتير، بس بصراحة والله يا بنات جوزي تعبان، فبصراحة يعني سدت نفسي، مش مخلي نفسي خالص ان انا اعمل اي حاجة. بصراحة دعواتكم ليه بقى بالله عليكم ادعوا له بالشفاء العاجل، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين يا رب العالمين، هو وكل مريض يا رب. كنت متعوده بصراحه بعمل حاجات كتير قوي ونفسي كده مفتوحه فاهميني، بس بصراحه كوني هو تعبان بقاله فتره، فبصراحه انا ماليش نفس خالص ان انا اعمل اي حاجه، بصراحه حاسه ان نفسي مسدوده تماما. فالحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، كله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى، فاللهم لك الحمد يا رب. وعلقت كمان كده، ولعت كده على بيض يتسلق كمان، وهنا بقى كنا جبنا واحنا جايين العلب الجبنه اللي هي الرودس دي، وكان عندي حته جبنه كده قريش في التلاجة، فطلعت كده، كنت بحب بصراحه ان انا احطها في ميه واحط معاها قرن فلفل اخضر، واحط عليها كده معلقه ملح واسيبها في التلاجة، بصراحه تبقى حلوه قوي قوي، بتيجي تاكليها كده بتلاقي طعمها في منتهى الجمال. احط عليها افتح علبه كمان واحط عليها حته جبنه تانية، واحط عليها حته جبنه من دي، الجبنه دي يا بنات جبنه بالزيتون، التانية دي يا بنات اللي هي العادية اللي هي فيتا عادية، انما دي كانت بالزيتون، طعمها حلو جدا برضو بصراحة. انا بصراحة بحب جبنة رودس دي لان يبقى طعمها حلو قوي. فالمهم خدت حتة كده من الجبنة القريش زي ما قلت لكم، وهبدأ ان انا احط عليها كمان حتة كده من الجبنة الرودس دي، وهبدأ ان انا احط عليها شوية زيت واقلبها كده مع بعض، كانت طعمها حلو جدا جدا بصراحة، وكان طعمها حلو قوي. اوقات كمان يا بنات لما بيبقى عندي لبن وعندي عيناه في التلاجة وعامل وش كده قشطه، واقوم واخده القشطه اللي فيه وحطها هنا كمان على الجبنه دي، بتبقى طعمها خطير وبتودي بصوا الجبنه في حته تانية. بجد جربوا كده، تجيبوا لو عندكم قشطه وحطوها على حته جبنه، فعلا بتودي الجبنه في حته تانية خالص خالص. المهم هنا بقى عملت الجبنه كده، وبصراحه كنت بحب ان انا اظبط الجبنه بقى واحط خيار واحط طماطم ومش عارفه ايه، بس بصراحه انا ولا جبت طماطم ولا حاجه، لا كان عندي طماطم بس ما جبتش خيار، ما كانش عندي خيار، فللاسف الشديد يعني دي اصلا كان اخر حاجه عندي، اللي هم شويه الجرجير دول والخاصه دي كان بقالهم اسبوعين عندي في التلاجة، فقلت الحمد لله ان هم كانوا موجودين اصلا. فالمهم كده هرست الجبنه بقى، وكنت جبنه كمان لو احنا كنا بره، جبنا الجردل بتاع الكاتشب ده، الجردل ده يا بنات عامل، او الجيركن ده كان عامل كيلو، كيلو كان عامل 45 جنيه، رخيص جدا، وعلى فكره طعمه حلو جدا كمان، اسمه بيرفكت زي ما انتم شايفين كده يعني. هو بس المشكله بتاعته ان هو يعني مسكر زياده عن اللزوم، يعني نسبه السكر فيه عاليه شويه، ولكن هو طعم حلو جدا طبعا، وبعدين كيلو ب45 جنيه، فموفر جدا جدا بالنسبه لاسعار الكاتشب دلوقتي. فالمهم العلبة دي البرطمان ده او العلبة دي كانت عندي بتاعت كاتشب كده، فغسلتها كويس وعينتها، وقلت يبقى يعني احط فيها الكاتشب، بحيث ان انا ايه يعني ما نيجي بقى نعمل البطاطس والكده، وعوز ان انا احط منه وبتفتح كده وتحط منه نسبة ايه معقولة يعني. فحطيت بقى في العلبة كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها كده على جنب عشان البطاطس طبعا على ما البطاطس معايا تكون استوت، وخلاص يعني هعين بقى الجبنة دي في التلاجة كده. و دي كانت راس الخاصة، غسلتها وقشرتها كده زي ما انتم شايفين، وادي كده الجبنة معانا والخاص معانا، وادي الكاتشب، وابدأ بقى اشوف كده بوريكم كده الاجواء يا بنات بالليل كده وانا واقفة بقى بعمل السحور، اجواء جميلة جدا 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 ما شاء الله اللهم بارك، الاجواء حلوة قوي قوي قوي. هنا البطاطس بتاعتنا بقت جاهزة ما شاء الله وزي الفل، وكانت طعمها مقرمش وحلو قوي قوي، مقرمشة يا بنات كده وطرية من جوه، طعمها خطير خطير بجد، فما شاء الله طعمها حلو قوي قوي قوي. البطاطس كده خلاص بقت جاهزة معايا، ابدأ بقى ان انا اطلعها، والبيض معايا هنا كان خلاص بيستوي، وكان خلاص يعني قرب ان هو يستوي يعني. هحط بقى الفول كده، اعمل الفول برضو بطريقه حلوه قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، جربوا الفول بالطريقه دي يا بنات، بجد الطريقه خطيره 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 حلوه قوي قوي قوي، هشاركها معاكم دلوقتي وهتشوفوا انا عملت ايه. المهم هنا كمان جبت بقى شويه دقه كده اللي هي عباره عن ملح على كمون، وبدات ان انا كده احط بقى على البطاطس بتاعتي وابهرها كده، بتبقى طعمها حلو قوي قوي.
طبعًا أنتم سامعين دلوقتي بقى المفرقعات والحاجات اللي عمالين يعملوها في الشارع حلوة جدًا، جدًا، الأجواء حلوة أوي يا بنات، كل سنة وأنتم طيبين، باقول لكم البطاطس طعمها خطير، 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 مقرمشة وطعمها حلو أوي، أوي. المهم هنا جبت الطاسة كده وحطيت فيها شوية زيت، ولو عندِك سمنة بلدي طبعًا حطي معلقة كده بتودّي الفول في حتة تانية خالص، قطعت قرن فلفل أخضر وحطيته كده على الزيت يا دوبك بس يدبل معايا، حاجة بسيطة جدًا، وبعد كده هاقطّع الطماطماية وانزل بيها على ال الفلفل الأخضر، بابقى مجهزة عندي يا بنات كده في التلاجة دقة، الدقة دي عبارة عن فلفل أخضر توم مفروم وشوية ملح وشوية وليمونة و وكزبرة وفلفل كزبرة وكمون وملح، وباعملهم على بعض كده وباطحنهم مع بعض كويس جدًا، وباحطهم في برطمان، واحط عليهم ليمون وسنة خل كده، وباعينهم في التلاجة في برطمان، تنفعني بقى لمّا آجي بقى أعمل سلطة، أعمل أحدّق بيها سمك، تحدّقي بيها أي حاجة، تتبيلة حلوة أوي، 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 تنفع معاكِ لكل حاجة. لمّا تحطي منها معلقة كمان في الفول بتودّي الفول في حتة تانية خالص وبتخلّي طعمه خطير. المهم نزلت بالطماطم هنا هادّيها برضه تقليبة كده يا دوبك تدبل بسيط خالص، مش إن أنا هاسيبها تموت خالص لأ، وهنا حطيت معلقة من الدقة اللي باقول لكم عليها، بجد طعمها خطير وبتودّي الفول ده في سكة تانية خالص، خالص. هاقلّبها بقى كده وبعد كده هانزل بيه الفول عندي بقى يا دوبك ياخد قلبة واحدة كده معاها وخلاص أنا الفول عندي مش هاسيبه كتير عشان طبعًا هو أصلًا على النار وسخن جدًا، فمجرد ما أنزّله هنا هو هيكون بيغلي أصلًا، فيا دوبك هاقلّب تقليبة كده وأطفي عليه وكده يبقى الفول بتاعنا جاهز، أحلى فول تاكليه خطير وطعمه حلو أوي، أوي، أوي. طبعًا هنا بقى أنا أنصحِك طبعًا تستعملي الفول في البيت هيبقى أنضف وأحسن من برّه بكتير جدًا، جدًا، وطبعًا الفول دلوقتي أصلًا أقل حاجة تجيبيها بتجيبي ب10 جنيه كمية بسيطة جدًا، جدًا، مش بتكفّي حاجة خالص يعني. إنما دلوقتي مثلًا لو الفول ب50 جنيه أو ب60 جنيه أنتِ نُص كيلو بيرمي معاكِ كمية كبيرة جدًا، يعني بتجيبي ب30 جنيه ممكن يقضّيكِ حوالي 10 أيام، فحلو جدًا، جدًا. حطيت بقى مغرفتين كده زي ما أنتم شايفين واللون التحفة بتاعه ده، إن شاء الله هاشارك الطريقة معاكم وأقول لكم اللون ده بييجي إزاي وبيبقى أصفر كده كهرمان وطعمه حلو جدًا. قلّبت بقى تقليبة كده وخلاص معايا الفول بقى جاهز وزي الفل. كده خلاص الفول معانا جِهِز بقى ما شاء الله زي الفل، وخلاص كمان هاطفي على البيض دلوقتي وهابدأ إن أنا أقشّر البيض، وهابدأ إن أنا أجهّز السحور معاكم. خلاص الفول اتعمل وأدي ال ال أدي البطاطس بتاعتنا طعمها خطير جدًا، جدًا، ما شاء الله حلوة أوي، أوي، وطعمها تحفة مقرمشة كده وطرية من جوّه حلوة أوي، أوي، ولونها أصفر كده دهبي كده جميلة جدًا. البطاطس اليومين دول يا بنات حلوة أوي، أوي ما شاء الله، وجميلة جدًا، جدًا بصراحة في التحمير، حلوة أوي، أوي. وادي البيض معانا كمان بقى جاهز، وهابدأ بقى إن أنا أحط كده كاتشب كده على البطاطس، هاحط على طبق كاتشب والطبق التاني مش هاحط عليه، بحيث اللي حابب ياكل من اللي فيها كاتشب تمام، واللي مش حابب ياكل من التانية، عادي جدًا. خلاص كده أهو، أبدأ بقى أجيب دلوقتي الفول معايا، والفول معايا بقى جاهز والعيش وأدي السحور بتاعنا، كان ناقصه بس علبتين زبادي كده، بس الحمد لله فضل ونعمة من عند ربنا، ويا رب اليوم يكون عجبكم، إن شاء الله استنوني الفيديو الجاي، فيديو حلو أوي، أوي، نقضّي بقى مع بعض روتين أول يوم رمضان، إن شاء الله يكون فيديو مميز وحلو أوي يعجبكم جدًا، جدًا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لأول مرة تشوفيني، واستنوني الفيديو الجاي، أشوفكم على خير، مع ألف سلامة.